دايما في أماكن العمل أو الدراسة بنختلط بناس كتير وبنكون أصدقاء ومعارف مع مرور الوقت، ومع مرور وقت أكتر أحيانا بيحصل انجذاب لأحد الأشخاص من الجنس الآخر، ربما يكون بداية لعلاقة رسمية فيما بعد. أسوأ حاجة ممكن تحصل إن الموضوع ينتهي بإعجاب دون القدرة عن التعبير عنه. عشان كده هنقولك النهاردة إزاي ممكن تعرف إذا كان أحد الأشخاص معجب بيك من غير ما يبادر هو بالإفصاح عن ده. الشخص المعجب بيك هيحاول يبهرك بتصرفاته أو ممتلكاته أو غيره، وفي حال فعلا انبهرت بإحداها هيحاول التركيز عليها بشدة ظنا منه إنها هي مفتاح الوصول لقلبك. واحدة من المشاعر اللي محدش بيعرف يخفيها هي شعور الغيرة، وده هتلاحظه على الشخص المعجب بيك لما يعاملك أحد الآخرين بلطف أو تبدي إعجابك بأحد الأشخاص الآخرين. دايما الشخص ده هيبحث عن حجج للتقرب منك أكتر، وده رغبة منه في البقاء معاك أكتر وقت ممكن. المسائل الدراسية على سبيل المثال ممكن تبقى أحد الحجج دي للتقرب منك في الأماكن الدراسية. لغة الجسد ممكن بسهولة تكشف لك الشخص ده، لأن ببساطة حركات جسمه هتبقى مضطربة وغير مدروسة. القلق في الغالب هيبقى مسيطر عليه، وده هيتعكس على هزات رجليه أو حركات عينيه المتسارعة مثلا. الشخص المعجب بيك هيحاول قدر الإمكان إنه يعرف تفاصيل كتير عن حياتك للتقرب منك بشكل كافي. كمان هيبقى عاوز يعرف تفاصيل يومك والأحداث المهمة فيه. المختصين في العلاقات العاطفية بيصنفوا درجات الفضول العالية بالشكل ده أحد أنواع الإعجاب. دايما هتلاقيه بيحاول يبقى ملاحظ بالنسبة لك، هيسعى دايما إنه يكون أول حد يرد على أسئلتك أو استفساراتك، ودايما تفاعله معاك على مواقع التواصل الاجتماعي هيبقى أعلى من المتوسط. كل ده في محاولات لأخذ حيز أكبر من تفكيرك. أخيرا الشخص ده هيفتكر كويس كل الحاجات اللي انت قلتها أو عملتها. التفاصيل الدقيقة اللي حصلت بينكم واللي في الغالب محدش بيفتكرها هتفضل في ذاكرته، وهتتفاجئ انه قادر يسرد اللي حصل بالظبط حتى لو كان من فترة طويلة جدا. كل الحاجات دي كفيلة تعرفك الأشخاص المعجبين بيك في محيط شغلك أو دراستك. لو عجبك الفيديو اعمل سبسكرايب للقناة عشان تشوف فيديوهاتنا الجديدة، وما تنساش زيارة موقعنا www.forgadu.tk.